حكيت في الكبير، خواتنا في المغرب متغشين منك برشا، غاضبين عليك برشا، هذه حقيقه يلزمني نقولها لك. شككت في المنتخب المغربي العتيد، حطيته ما يمشيش بعيد. اليوم يظهر لي اذا كان عندك فرصه منتخب يربح 3 بلاش كما قال سي عبد المجيد اورسيجي بريمير ميطان، زيم ميطان 3 بلاش، منتخب باش يواجه فرنسا وقادر باش يربح فرنسا. يظهر لي كان عندك الجرأة تنجم تعتذر من اخواتنا المغاربه، ومن بعد نعطيك شنو تحب تقول بخصوص المباراه. لا ما نتصورش انه يلزمني نعتذر، لان في كل الحالات عندي المقاييس بتاع المعايير اللي حكيت بهم. لكن برسمك يا لطفي ما يصيرش ما تقول الصح بشبيه كبش فيا يا ودي، ما راهو قوه كي تعتذر. لا لانك قلت لي لا انا مقاييس تحكي عليها جمعيه تفتخ في الناس على بعضها وتقول لي مقاييس. مش هذا المقصود. انا مش نقصد اللي كان يطلب اعتذار بالطبيعه في كل الحالات نعتذر، لكن بهذا بالذات مازال المنتخب المغربي الحقيقه انا شخصيا نجم نكون غلط، مازال ما قنعنيش 100%، والامتحان الجاي ضد فرنسا يورينا بالفعل هل اسكن المنتخب المغربي قادر. ما احنا نحكيو على يمشي اكثر، يعني يمشي للنهائي وممكن يفوز بالكاس العالم، لانه بالنسبه للمنتخب المغربي نصف النهائي ولا شكون قال لك فرنسا تنجم تتعدى؟ لا مش مازالت ماتشوها ما تلعبش. ما قلتش يعني، لكن انا قلت اول امتحان جدي للمنتخب المغربي هو مقابل فرنسا. كمان معناها بالنسبه للمغاربه والمنتخب المغربي النصف النهائي موش انجاز لانه وصلوا له، لكن تو احنا اللي كان بالفعل نقولوا عمل انجاز في الكاس هذه يا يوصل الفينال يا يهزها. ولهذا اول امتحان جدي هو مقابلته مع فرنسا، لانه قبل منتخب الفرنسي والمقابله هذه المقابلات اللي تجاوزهم سامحني هي سباق موانع، يعني كورس هي يعني ابار مقابله البرازيل، والبرازيل سامحوني ماهيش في المستوى العادي نتاعها، ما ريناش مقابله اللي ابهر بها. معناها خليه سي صالح خليه تفضل حتى هولندا واصل مطروحه. هولندا معناها المغرب ما با دوميني، يعني كما تقول انت معناها مشات للبنالتيات 74% كمال خليه عايش خويا كمال من فضلك خليه. شوف نحب نقول ان النجاح نتاع المنتخب المغربي هو المشكله اللي احنا عندنا، لان احنا بصراحه معناها نحكي على مستوى تونس هي حكايه عقليه وحكايه معنويه، احنا ما تعودناش بالانتصارات. خلى البار نتاعنا تونس نحكي على المغرب مش نمشي للمغرب لانه هما لطفي نعم رسمك خلينا نعمل شرب ماء. تعرفش علاش دوختني صدمتني، تعرف تحكي سامحني باش تسمي جمعيه، خلينا نسمي بلادي حتى كان تغشوا عليه، كاينك تحكي على اتحاد سلينا يلعب في المونديال مش امان المغرب بالروندمون هذا بالروح هذيا بالروح القتاليه وما قنعكش، شكون باش يقنعك؟ البرازيل شككت فيها مش في افضل حالاتها، معناها المنتخب المغربي ايش تحب تقول؟ قول حقه ما ترشحش المونديال. لا صعب خاطر نحط له في اطار ورا المقارنه والحكم نحطوه في اطار. انا ما قلتش رديتها مش جمعيه ولا جمعيه معناها ما نعتبروش بها، انا نري نحكي على المستوى المغربي بالنسبه للمنتخب المغربي ما قنعكش لا مازال قلت لك مازال ما قنعكش. لا مازال المقابله الجديه والامتحان الجدي مازال. انا كنت نتمنى حاجه يا رب ان شاء الله يوفق المغرب وتهز كاس العالم ونسهلك بعد كاس العالم. انا متاكد باش تقول لي المغرب ما قنعنيش. لا سامحني صح لا مش هزه على كل صدق مش تهز عليه صلى تهزه يا رب. لا مش سامحني كمان ان شاء الله المغرب تهز كاس العالم. عليه ان شاء الله سامحني كمان عليه ان شاء الله ما تهزهاش. لا مش قلت ان شاء الله قلت ما تهزهاش، قلت مش تهز. وانا نقول لك المغرب قادره باش تتجاوز فرنسا وقادره باش تهز كاس العالم. ماتر كمان بخليش لطفي نحب نسالك سؤال، سمعت زلاتان وغوارديولا اش حكاوا بعد مباراه هولندا على المغرب؟ رايهم معناتها هما قطعهم المغرب وانت لا؟ انا مانيش سامحني هذاك راي متواضع، يعني شخص متواضع اعطيت رايي، لكن مش معناها هما كيما نقولوا لازم. خلي يكمل عاد كمال، خلي يكمل كمال. لا معناتها غدوه انت جي طبيب جراح تقول ما قنعنيش. لا انت قلت لي زلاتان ولا غوارديولا قال رايه، معناها مانيش قطيع. كي يحضر ما يغيب التيمم مش حكايه قطيع، كي يحضر ما يغيب التيمم. لا ماكش في مستوى زلاتان وابراهيموفيتش ما قلتش مش مستوى. كي هما يقولوا لك ولا علي الكعبي يقول لك استاذ نجم نكون رايي. انا وقتي علي الكعبي يحكي فنان نسكت، وقتي بوبانتيني يحكي نسكت، وقتي مروان يحكي نسكت. لكن مش كان زلاتان ماهوش دوماني تعرف. لا يلزمك تتبع هذاك عليك انت مش لا انت تتبع القانون والمنطق، قانون البشريه وقانون الانسانيه يقول لك تتبع. انت سامحني انت بالمنطق نتاعك مستعد تعاند طبيب وتعاند فايله معناتها عالم ذره وتدخل معاه في نقاش تقول له راك الانسان ينجم يخطئ. معناتها انت مستعد تعال عالم ذره تقول له لا كشخص يعيش يزي لطفي عايش خويا يزي يطلع في المال الصعده المروف ما قنعكش. يا استاذ كل انسان عنده رايه اللي هو كل واحد رايه محترم. حتى انا نقول النهار فيه انا ناكد لك انا رايي النهار فيه 22 ساعه انا مش 24. هاي سيدي كمان انا ناكد لك انت راك تحطيت في الليست نوار
تواصل في الطريق هذاك انت في الليست الوار ليست الوار. هيا مجد. لا تو هو احنا نحترموا راي لطفي، لو كل واحد نحترموه، عنده هو حر. راي. اما لا وقت تقول المنتخب المغربي مازال ما لعبش مقابلات جديه، لعب البرازيل امتحان جدي ما قلتش البرازيل مش البرازيل مش النيفو العادي تاع البرازيل هكا الى دوميني البرازيل ومش غفص هولندا. من هذوما زوز معناتها منتخبات عالميه وربح كندا في بلاد فهمني. خلي كندا سكون زون. شوف المغرب كيفاش تلعب مع البرازيل ند بالند وبهذيك الثقه ليليغونس. هولندا خلي كمل عاد لطفي عاش خويا. هولندا هي لطفي اللي ناسيون دو فوتبول 4-3 خلقته هي والجو اوفونسيف وكل شيء. المنتخب المغربي رجع هولندا تدافع. اوكي سؤال هذوما لا حبيت نقول لك هذوما مقابلات جديه. اليوم ما عملش بون ميتون زي ميتون رجعت. مي المنتخب المغربي معناتها قيمه ثابته كبيره برشا. ما تجوش ما تقولش ما قنعنيش ديجا دو ماتش دير فينانس قلت لك عليهم. اوكي انت اعتبرت مقابله البرازيل ومقابله هولندا مقابله ريفيرونس ومقابله جديه هكا ولا؟ نسالك سؤال، هل انك انت ترشح المنتخب البرازيلي ولا الهولندي باش يهز كاس العالم؟ باش يهز كاس العالم؟ ينجم حسب رايك انت ينجم واحد منهم هولندا ولا البرازيل تنجم تهز كاس العالم؟ شنو هو المانع؟ لا خلي يجاوبني البرازيل ولا هولندا؟ اي انت مقياسك هو فوز بكاس العالم. برازيل انت هولندا تسوي انت هولندا كما تحكم لا 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 كي شفتهم لعبوا هولندا كما تحكم مع المغرب تتعدى مع اي فريق. لا المغرب ما نجمش تعدى. خلينا نسوي مقابله المغرب هولندا والبرازيل. بالنسبه لك انت تنجم انت كيف شفتهم يلعبوا ترشحهم ياخذوا كاس العالم؟ انا اليوم نرشح المغرب قبل ما هم تهز كاس العالم. اي لا خاطر قال جمعيه حاب نقول صاحبي مقابله المغرب مع البرازيل ومقابله هولندا اعتبر امتحان جدي. قلت له انك بالمقارنه مع فرنسا واسبانيا مقارنه مع اسبانيا وفرنسا المغرب قادرة باش تهز كأس العالم. خراتي مختار دبوس بروينتاج البارح كان حاضر معنا قال أنا كي خرجت تونس ماذا بيا لا تمشي الجزائر ولا المغرب القدام. اليوم المغرب يؤكد أنه فعلا منتخب قوي برشا ومنتخب قادر باش يتنافس على اللقب. ترى المنتخب المغربي باش يلقى قدامه فرنسا تو. هل يمكن أن يعيد نفس السيناريو ونشوفوه يمشي للنصف النهائي؟ عادي جدا. اليوم كما قال لك معناتها مجدة في الحصه الفارطه قال لك يكسب ثقه ويكسب الخبره معناتها نتاع الكاس العالم. المغرب في كاس العالم هذا الناس الكل تكهنت له باش يكون في النصف النهائي باش تعاود سيناريو نتاع قطر. انت نحكي مع مروان تاج. لا فرحان عليه كيف انا فيك فرحان ولا مش فرحان؟ لا فرحان خلينا نقولوها بصراحه. الله غالب اليوم احنا كورتنا بلغه اخرى تاع عيسى. الله غالب نمشيو نحن القلب يعطينا الفرق العربيه. احنا نجم نقولوا البرازيل هي المغرب هي البرازيل نتاع العرب. واحنا عندنا فخر اليوم اللي المغرب تشرف الكره العربيه. بالعكس انا نزيد نشجعهم اليوم باش يعطيو صوره باهيه كيما الكاب فير البارح مع الارجنتين. معناتها نحكي على الكره الافريقيه زاد كيف المغرب لازمنا نساندوها. هذه الوضعيه اللي صارت لنا كيما قلت لك صاحبي ايران قعدنا كان نهنيو. نحن اليوم ذيك هي اليوم الكره نتاعنا نحن نغزروا للمغرب. الله غالب الجزائر ما كانتش عندها حظ وكانت خرجت. خلينا نقعد هنا اليوم المغرب على الاداء اللي قدمته وتستحق تكون في الربع النهائي. الله غالب القرعه جات باش تكون مع الفريق الفرنسي اللي هو الفريق الفرنسي الناس كنت باش يكون هو البطل نتاع كاس العالم هذايا. اليوم المغرب ان شاء الله هو يكون زاد كيف ان شاء الله راهو في النصف النهائي. والله غالب كما قلت اللي يخدم يلقى صح. وهذايا معناتها نبدا منين نكمل مروان قال اللي يخدم يلقى. وهنا معناتها الحقيقه انا ما نشاطرش مختار دبوس في الكلام نتاعو. صحيح الكلنا معناتها تاسفنا والكلنا معناتها تغششنا والكلنا معناتها احزننا للمردود الكارثي نتاع المنتخب نتاعنا في المونديال. لكن المغاربه والمصاروه والجزيريه والكاب فير والسنغال يقعدوا معناتها دي زافريكان ويقعدوا هذوما جيراننا واخواتنا نفرحوا لهم. انا نعطيك دي ستاتيستيك في الدور الثمن النهائي دور 16 يعني ترشحوا 16 فريق 7 من امريكا 7 من اوروبا و2 من المغرب. معناتها اليوم اذا كان 2 من المغرب اليوم نقص واحد من امريكا قدام من القاره الامريكيه قدام المروك كندا. فانا ماذا بيا في الدور نصف النهائي نلقى لي زوج جمعيات على خاطر احنا كتوانسه نفرحوا لاخواتنا. قلت انت قعدنا كان نهنيو صحيح نهنيوهم خاطرهم اخواتنا وخاطر هذاك طبعا احنا التوانسه نفرحوا لجيراننا ونفرحوا لاخواتنا العرب. لكن اتمنى
اتمنى على المكتب الجامعي هذا انه ما يقفش في حد التهن او ارسال برقيه تهن، اتمنى عليه انه يلقى خارطه الطريق، يلقى معناتها ان بلون نخدموا به. المراركه نرجع لكم للتاريخ، تتذكروش ثم مباراه وقت اللي فوزي البنزرتي يدرب في الفريق المغربي الرجاء ولعبوا كوب دي موند في المغرب فينال مع البيان. لا مش على الفينال. الصوره وقت اللي المطر صبت في التيران يجبدوا في الماء بالركلات. التصويره ذيك حاطينها في ملعب مولاي محمد. علاش؟ على خاطر من التصويره ذيك خدموا على رواحهم، خدموا المنشآت، خدموا الملاعب والبنيه التحتيه، خدموا مراكز التكوين، خدموا على رواحهم. راهو يجي نقول لك رد بالك، راهو الملاعبيه صحيح يلعبوا في اوروبا، اما 80% منهم خرجوا من المغرب. راهو 80% الحارس بونو لعب سينيور في الكيب نتاعو في المروك ولعب فينالات ضد فرق تونسيه. وناحي من الاكاديمي نتاع محمد خامس. دونك هذوما ناس خدموا على رواحهم. نتمنى انه نحن نقلدوهم في العمل، ما فيها باس معناتها. راهو ما ثماش عيب وما ثماش حشمه في انك تاخذ التجربه الناجحه نتاع العباد الناجحين.